مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم اهلا رمضان. اليوم رح نكون معكم من قرى مدينه رام الله باسئله جديده وجوائز قيمه مقدمه من جوال. تابعونا بعد الاعلان. مشاهدينا رجعنا لكم من دير دبوان بسؤال جديد، وسؤالنا بيقول: من هو الشاعر الذي لقب برهين المحبسين؟ خلينا نشوف اجابات اهل دير دبوان. كل عام وانتم بخير. وانتو بخير. وانت بخير. تعرف عليكي؟ اسلام جمال. ختام جمال. اهلا وسهلا فيكم. كيف رمضان معكم؟ الحمد لله تمام. ماشي حاله؟ الحمد لله. طب احكوا لي عن اجواء رمضان عندكم بدير دبوان كيف؟ منيحة، صلاة وأولاد وشباب عادي. بعد الفطور شو بتعملوا؟ الصلاة نكزر بنمشي يعني. شو طبختوا اليوم؟ مقلوبة. في شاعر لقب برهين المحبسين، من هو؟ رهين المحبسين. مر علي. فيش خيارات؟ ما في خيارات، بس تقدري تحاولي. اعطي انت محاولة، هي محاولة بلكي زبطة. رهين المحبسين. شاعر هيك احنا بنسمع فيه. فلسطيني. لا مش فلسطيني. مش عارفة. انت بتدرسي ولا بتشتغلي؟ أنا درست خلصت. ايش درستي؟ تمريض. لا، اكيد مرق عليكي، مرق علينا كتير بالمدرسة. مش عارفة والله. حذري اسم اي شاعر بخطر على بالك. مش عارف والله. أحمد. للاسف مش احمد شوقي. جربي انت. مش عارف لا والله. ما عندك اي فكرة؟ لا. شكرا لمشاركتكم. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. وانت بخير. تعرف عليك. محمد ابراهيم اهلا وسهلا فيك. من وين؟ من دير دبوان. كيف اجواء دير دبوان عندكم برمضان؟ احلى بلد. احلى بلد. ليش احلى بلد؟ ما فيش زيها. قول لي ليش طيب. بلدنا. عشان بلدكم؟ يعني بس عشان بلدكم ما فيها ايش بخليها احلى بلد؟ لا لا معقول؟ مزبوط. احلى بلد. شوف شباب بلدنا. دبواني وبس. طيب حلو انه الناس هيك يحبوا بلدهم. لا ولا بننام. طيب بتدرس ولا بتشتغل؟ لا بدرس وين؟ في جامعة قدس مفتوحة. شو بتدرس؟ شو بدرس؟ محاسبة. كيف دراسة معك؟ منيحة الحمد لله تمام. ماشي الحال. من هو الشاعر الذي لقب برهين المحبسين؟ والله ما بعرف. ما بتعرف؟ تقدر تعطي محاولة. شو اسمه؟ رهين المحبسين. حسين. استاذ ابراهيم. علم علمك والله. ما عندك اي فكرة؟ لا ما عندي. بتحب تعطي اسم شاعر بلكي زبط طلع هو؟ متنبي. للأسف إجابتك خاطئة. شباب في إجابة؟ شو؟ ما هو شاعر فلسطيني يعني. لا مش فلسطيني. ايش اجابه؟ حاول. درويش. محمود درويش. محمود درويش فلسطيني ولا مش فلسطيني؟ فلسطيني. وأنا قلت لك فلسطيني ولا مش فلسطيني؟ شكرا لمشاركتك. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. وانت بخير. هلا تعرف عليك؟ مصطفى علان أهلا وسهلا فيك. من وين؟ من دير دوان. شو بتشتغل ولا بتدرس؟ عامل. وين عامل؟ في البلد هون. كيف الشغل معك؟ تمام الحمد لله رب العالمين. كيف رمضان معك؟ الحمد لله رب العالمين. ماشي حال. ماشي. بدي أسأل. ربح $50 مقدمة من شركة جوال. جاهز؟ تفضلي. من هو رهين المحبسين؟ الشاعر الذي لقب برهين المحبسين من هو؟ ابو علاء ابو علاء المتعري ابو علاء المعري شيء هيك. لا تعطيني اسم مزبوط. ابو العلاء المعري. أبو علاء المعري. سمعت فيه من قبل؟ كيف عرفت الجواب هلا؟ زمان بخبر. لا جد قبل فتره كنا عنا في الصف في المدرسه. في المدرسة. متأكد؟ متاكد. إذا مشاهدينا أبو العلاء المعري هي الإجابة الصحيحة. بتربح $50. تفضل. وين؟ مستعجل. اول مره بطلع على التلفزيون. طيب قول لي بتعرف من مين هاي $50؟ شركه الجوال. شو بتقول لشركة جوال اللي ربحتك $50؟ شكرا لكم. شكرا لهم وان شاء الله كل سنه وهم سالمين في رمضان. هذا البرنامج برعاية شركة جوال. مشاهدينا بنكمل معكم من دير دبوان بسؤال جديد، وسؤالنا بيقول: بلا سكان، أنهار بلا مياه، أرض بلا تراب، فما هي؟ خلينا نشوف إجابات أهل دير دبوان. كل عام وأنت بخير. وانت بألف خير. تعرف عليك. ران الطويل. تشتغل ولا بتدرس؟ بدرس عمالي. ايش بتدرس؟ بدرس حقوق بدرس. وين؟ فابو ديس. كيف الدراسة معك؟ منيح الحمد لله.
ماشي حال. ماشي يعني. بدي أسألك سؤال، إذا عرفته بتربح $50 مقدمة من شركة جوال. جاهز؟ ان شاء الله جاهز. السؤال بيقول: في بلاد بلا سكان، أنهار بلا مياه، وأرض بلا تراب، فما هي؟ الصحراء. صحراء. للأسف إجابتك خاطئة. عم وأنت بخير؟ وانت بخير والصحة والسلامة. نتعرف عليك. بسام خلالي من البيرة. أهلا وسهلا فيك. كيف أجواء رمضان عندكم؟ والله دائما رام الله عادة بتكون في رمضان أكثر وناسة من أي بلد ثاني. الكل بتصب فيها من من الشمال ومن الجنوب بيجوا على رام الله، لأنه دائما بيبقى فيها الجو يعني أفضل من باقي القرى يعني كيف الجو من أي ناحية؟ يعني أول شيء من ناحية في بروح الناس أول شيء بعد الفطور على الجوامع بقضوا الصلاة والشعائر الدينية، بعدين بنطلقوا على المنتزهات وعلى الكوفشوبات وهيك وبنبسطوا وبروحوا. يعني أنت مبسوط برمضان؟ طبعا الحمد لله. والصيام كيف معك؟ طبعا الحمد لله، هذه شغلة يعني مفروضة، يعني ما فيها مجال طبعا. مش عم تتغلب بالشوب؟ لا بالعكس والله، يعني السنة هاي لطيف رمضان يعني وخفيف الحمد لله. الله بعين. الحمد لله. بدي أسألك سؤال، إذا عرفته بتربح $50 مقدمة من شركة جوال. جاهز؟ تفضلي. السؤال بيقول: هي بلاد بلا سكان، أرض بلا تراب، وأنهار بلا ماء، فما هي؟ هي الخارطة طبعا بدها تكون خارطة العالم. كيف؟ احكي لي. لأنه أول شيء هي بلاد طبعا بلا سكان، هي مرسومة ما بيقدر حدا يسكنها، وبلا رمال وبلا بحار وبلا كل شيء مرسوم رسم عليها فقط. متأكد من إجابة؟ طبعا. أكيد؟ أكيد. إذا مشاهدينا، الخارطة هي الإجابة الصحيحة، بيربح معنا $50 مقدمة من شركة جوال. تفضل. شو بتقول لشركة جوال؟ يعني بقول إن شاء الله الشهر بكون شهر خير على الشركة جوال وعلى الموظفين وعلى الشعب الفلسطيني والأمة المسلمة كلها. شكرا. مشاهدينا، رجعنا لكم من قرية رمون ومعنا سؤال جديد، وسؤالنا بيقول: ما هي الشجرة التي تسمى بقوت الفقراء؟ خلينا نشوف إجابات أهل رمون. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم جميعا بخير. نتعرف عليك. أديب بطاح. أهلا وسهلا فيك. أديب. أديب أوه. طيب، شو أخبارك؟ الحمد لله نشكر الله. كيف رمضان معك؟ عظيم جدا. احكي لي عن أجواءه عندكم هون برمون. أنا الوضع الحمد لله كويس، والكل بيصوم وبيصلي وبيعبد الله ومبسوطين وما شاء الله عنهم. الحمد لله. شو هالأجواء الحلوة؟ الإشي الوحيد اللي احنا بنشكي منها فيش مية، العالم عطشانة ميتة من العطش بس. ما في مي. هي ما في مي. الله بعين. بدي أسألك سؤال، إذا عرفته بتربح $50 مقدمة من شركة جوال. جاهز؟ ننكش هالمخات تبعنا. دنجو تفضلي. يلا انكش. السؤال بيقول: ما هي الشجرة التي تسمى بقوت الفقراء؟ إيش؟ شجرة نسميها قوت الفقراء. قوت الفقراء. الله العليم، منها الزيتون. متأكد من إجابتك؟ الله العليم. للأسف إجابتك خاطئة. شكرا لك. عم وأنت بخير؟ بخير اختي، حياك. تعرف عليك. محمد نائل من رمون. أهلا وسهلا فيك. كيف أجواء رمون برمضان؟ لا ذهب الحمد لله. الحمد لله. كويس، بصلي التراويح وملتزمين دينيا وبنبسطوا وبتزاوروا بيروحوا يزوروا بعض وبسهروا طول الليل وكويسين الحمد لله. يا سلام، كل هذا عندكم؟ ولا بلدنا حلوه ومليحه. يا عمي نيالكم. اهلا وسهلا فيك. الله يخليك. بدي أسألك سؤال، إذا عرفته بتربح $50 مقدمة من شركة جوال. جاهز؟ حياك الله، ان شاء الله سهل. بس في شجرة بنسميها قوت الفقراء، ايش هي هاي الشجرة؟ شجره مثمره طبعا. طبعا مثمرة. طيب استنى شوي. الزيتون. للأسف إجابتك خاطئة. شكرا لك. طيب سليمان على أيام الرمون رام الله. شجرة التين لأنها نزلت في القرآن الكريم: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. متأكد من إجابتك؟ 100% بدون نقاش. إذا مشاهدينا، الإجابة صحيحة 100%. $50 مقدمة من شركة جوال. شو بتقول لشركة جوال؟ شكرا لشركة جوال وإلى التقدم. هذا البرنامج برعاية شركة جوال. مشاهدينا، بنكمل معكم من دير جرير ومعنا سؤال جديد، وسؤالنا بيقول: كم عدد أوتار الجيثارة أو الجيتار؟ خلينا نشوف إجابات أهل دير جرير. كل عام وانتم بخير. تعرف عليك. طلع الجدياني. يا وسهلا فيك. كيف رمضان عندكم بدير جرير؟ احكي لي. 100% والله. شو بتعملوا؟ أنا بشتغل. لا، شو بتعملوا برمضان؟ ايش في عندكم أجواء برمضان؟ نضل نايمين. نايمين طول النهار؟ طب وبالليل بعد ما يأذن بعد المغرب؟ نكون بنفطر ونطش، يعني شايف يعني هالشباب نلعب شدة نطش ونضل قاعدين هيك. يعني أجواء غير شكل برمضان. طيب أنا بدي أسألك سؤال، إذا عرفته بتربح $50 مقدمة من شركة جوال. جاهز؟ جاهز. كم عدد أوتار الجيتار؟
8. 8. للأسف إجابتك خاطئة. تعرف عليك. محمد طالب بمخه. تدرس ولا بتشتغل؟ عاطل عن العمل شو. حولنا. الله بيعين، إن شاء الله بتلاقي شغل. ان شاء الله. بدي أسألك سؤال، إذا عرفته بتربح $50. عدد أوتار الجيتار قد إيه؟ 6 متأكد؟ ان شاء الله. بتلعب جيتار؟ لا ماليش على الموسيقى. ولا كيف عرفت؟ اخذنا مادة موسيقى في الجامعة، مقدمة موسيقى. شفت إنه إلك على الموسيقى. إذا مشاهدينا 6 أوتار، الإجابة صحيحة بتربح $50. تفضل، مقدمة من شركة جوال. شو بتقول لشركة جوال؟ شكرا والى الأمان. هذا البرنامج برعاية شركة جوال. مشاهدينا بنكمل معكم من دير جرير بسؤال جديد، وسؤالنا بيقول: ما هو الحيوان الذي يصاب بمرض الحصبة؟ خلينا نشوف إجابات أهل دير جرير. كل عام وانت بخير. انت بخير. تعرف عليك؟ جاسر ابو مخو. اهلا وسهلا فيك. شو بتشتغل؟ عاطل عن العمل. ليش عاطل عن العمل؟ كنت مريض. تشتغل يعني؟ كنت اشتغل. صار لي سنة. سلامتك. الله يسلمك. بدي اسالك سؤال، اذا عرفته بتربح $50 مقدمه من شركه جوال. جاهز؟ ان شاء الله. السؤال بيقول: في كائن تاني غير الانسان يصاب بالحصبه، مرض الحصبه، ايش هو؟ حيوان. حيوان. الارنب اتوقع. الارنب؟ للاسف اجابتك خاطئه. حياك الله. شكرا لك. عليك. سعيد فرخنا. اهلا وسهلا فيك سعيد. أهلين. بتشتغل ولا بتدرس؟ لا والله عاطل عن العمل. البطالة شو؟ عدوى عندكم بالبلد؟ لا مش عدوى، بس هي حال البلد يعني. الله بفرجها. إن شاء الله الله بفرجها. طيب أنا سألت سؤال كان: إيش هو الكائن الذي يصاب بالحصبة غير الإنسان؟ كرد؟ تأكد؟ آه. ليش هيك ليش مش حيوان تاني مثلا؟ لا لأن في يعني شغلات بتشبه البني آدم، ومعظم التجارب بيعملوها على البني آدم بيعملوها على الكرد. تأكد يعني؟ 100%. إذا مشاهدينا الإجابة صحيحة، القرود تصاب بالحصبة. تربح $50 مقدمة من شركة جوال. شو بتقول لشركة جوال؟ شكرا لكم وشكرا لشركة جوال. بث في البلد عندنا هنا. شكرا لك، كل عام وانت بخير.